بص يا باشا، قصة الأهلي عشان نلخصها خالص حل من الاتنين، يا كولر يمشي عشان العند بتاعه تمام وإن هو بدأ يخرب فنيا، يا إما إحنا نجيب له 5 صفقات أجنبية تمام فيها نقرة. تقول لي أجنبية، أقول لك أه يا عم هات منهم 3 أجانب واتنين إيه واتنين محليين، لكن غير كده الأهلي رايح في نفق مظلم. نفس اللي حصل في موسيماني الأخير ليه هو ده اللي بيتكرر. اللي بقى اللي بيحصل، أنت دلوقتي خدت بطولة أفريقيا، قلت اه يا عم ده انا ولا محتاج صفقات والدنيا معايا حلوه، ومشيت عبد القادر ومشيت وما جبتش بدايل ليهم. فايه الحل؟ فكولر عاند قال لك لا ده انت ما حققتليش مطالبي، فانا والله كل الصفقات اللي انت جايبها دي لما موتها. طيب تعالى بقى اول حاجه هبين لك ان المدرب ده مدرب مش سهل على فكره، يعني كولر ده مدرب مش سهل. عمر الساعي جه الاهلي ب 50 مليون جنيه، انا شايف ان هو جاي غصب عن كولر، وكولر ما كانش عايزه عشان كولر كان عايز محمد بن رمضان. فكولر قرر يعمل ايه؟ كولر قرر ان هو يهمش عمر الساعي تماما. انا دلوقتي كسبان ماتش شباب بلوزداد 6-1، فانا المفروض وانا كسبان اللعيبه اللي ما لعبتش تنزل عشان تنزل والفرقه فايقه. لكن اللي بيحصل انت ما نزلتوش في كل الماتشات اللي انت كسبانها، انت جاي منزله قدام انبي وانت متعادل 0-0 والماتش متعقرب تمام، وبتقول له يلا انزل انقذنا. فاللي هو انت جايبه في نص الميه وما بيعرفش يعوم، فيلا بقى وريني هتعوم ازاي. مش قادر يقف على الكوره، مش عارف يستلم الكوره ليه؟ عشان ما عندوش حساسيه الماتشات اساسا تمام.